السلام عليكم، انا مهاب محمد وهنا مو جاليري. ابدا ازاي مشواري في التصوير؟ تقريبا ده اكتر سؤال بيتسال لي بعد سؤال ابدا ازاي اصور حفلات. ازاي ابدا اصور وايه المعدات اللي انا محتاجها واشتري ايه وما اشتريش ايه. انا في الحلقه دي هحطك على اول الطريق صح، وايه المايند سيت اللي هتحطه في دماغك عشان تبدا الكارير بتاعك صح وتتحول من هاوي او لسه بتصور جديد لبروفيشنال وكمان بتجيب فلوس. وازاي ابدا اصور وايه المعدات اللي انا محتاج اشتريها واشتري ايه وما اشتريش ايه، من نوع الكاميرا او نوع العدسه اللي هستخدمها. من غير كلام كتير، رمضان كريم ويلا بينا على الانترو. تارن تن تن. مفيش حاجه اسمها هبدا منين. لو انت بتتفرج عليا دلوقتي فانت كده فعلا بدات، مش عشان انا هقول لك معلومه او حاجه، لا انا بدي لك المعلومه اللي انت اصلا بتدور عليها. كلنا معانا موبايلات وفيها كاميرات، صور سيلفي وبنصور اصحابنا صور، بس في صوره انا صورتها او انت صورتها من الوقت ده قلت لا الصوره دي حلوه قوي، ده انا هبدا اصور كده، انا فنان وعندي بذره التصوير، لا ده انا كده اجيب كاميرا واخرب الدنيا، انا شكلي فوتوجرافر بقى وهصور موديلز وفوتو سيشنز واي حاجه فيها حرف الزين كده هتقولها. فانت بقى لو شايف نفسك انك خلاص هيبقى التصوير ده كاريرك، فانا هقول لك شويه حاجات يا رب تساعدك وما تخيش. دلوقتي هنتفق اتفاق ان التصوير ده زي مشروع، وانت بتعمل مشروع مصور. مشروع المصور ده اللي هو انت، فالمشروع مش بيبقى بس على الموهبه، المشروع هيبقى فيه علم وهيبقى فيه دراسه وهيبقى فيه ريسيرشز وهيبقى فيه محاولات وهيبقى فيه تدريب وهيبقى فيه ناس ما بتحبناش وفي ناس هتساعدك وفي ناس مش هتساعدك. هيبقى مشروع من كل الحاجات. المشروع ده هيبقى ليه خطه زمنيه وماديه ليك لمده سنه. يعني ايه خطه ماديه وزمنيه؟ يعني هشوف انا معايا كام فلوس، والفلوس دي هعرف اجيب بيها نوع ايه كاميرات وهجيب بيها عدسات عامله ايه. والزمنيه يعني انا هبقى فين كمان سنه، وهل الفلوس اللي انا هدفعها دلوقتي دي هجيبها تاني ولا لا، ولا الفلوس دي انا بدفعها بس عشان اتعلم بيها. وهتحسب الفلوس اللي معاك هحط قد ايه في الكاميرا وقد ايه في العدسه وقد ايه في المعدات اللي حوالينها علشان اوصل نفسي للمستوى اللي انا عايزه. مثلا هصور لمده سنه، فانا ابتديت بعدسه، لو الموضوع اشتغل معايا اكتر هجيب كمان عدسه، فانا هبقى عامل حسابي اللي انا بعد 6 شهور مثلا هجيب عدسه، بعد مش عارف ايه هجيب فلاش، بعد ايه هجيب شنطه تانيه، بعد ايه هجيب كارت ميموري. يبقى انا عارف انا باخد ستيبس ايه ليا كماديه وزمنيه. والماديه هرجع الفلوس ولا لا؟ طب هل انا المفروض احوش فلوس زياده علشان اجيب، ولا هل انا هجيب فلوس؟ على النت تعمل شويه ريسيرشز كده الاول، هتعرف انت معاك كام فلوس وتعرف شويه الاسعار بتاعه الكاميرا. لو انا هجيب كاميرا مثلا بتاعه الناس اللي لسه بتبدا، الكاميرات دي صغيره ب 5000 جنيه، او كاميرات النوع الاكبر شويه من 15 ل 20000، او هطلع للبروفيشنال قوي اللي هو 30 و50000. بس انت لو بتتفرج على الحلقه دي اظن اللي احنا بنتكلم دلوقتي في اول نوع من الكاميرات، وتاني نوع اللي هو الكاميرات الصغيره والكاميرات النص نص. وهتختار نوع الكاميرا على حسب اللي انت عايزه منها، او انت هتصور ايه، او نوع التصوير اللي انت هتحدده لنفسك، وكمان هتختار على حسب سعرها. بس بقى في حاجه، الاسعار بتاعت المعدات بقت في السما خالص، فانت اعمل حسابك انك هتدفع دم قلبك. بس اقول لك حاجه مش ناس كتير بتقولها لك، احنا برضو بناخد فلوس حلوه عشان في زي نسبه وتناسب ما بين اسعار الكاميرات والاسعار اللي احنا بنطلبها. فانا اكيد مش هيبقى معايا كاميرا ومعدات وحاجات كتير قوي وباخد فلوس قليله، ومش اكيد هيبقى معايا كاميرا صغيره جدا وبطلب فلوس كتير. لازم يبقى في نسبه وتناسب لمعداتك والفلوس اللي بتطلبها. قبل اي حاجه دلوقتي احنا في سنه 2020، جوجل از يور فريند. اكتب على جوجل اي حاجه بتفكر فيها، اكتب على جوجل انا عايز اعمل كيكه في البيت من غير روت، هتلاقي ازاي اعمل الكيكه. مش هتسال جوجل ازاي اجيب كاميرا، او مش هتسال جوجل انا لما عاوز اجيب كاميرا هجيبها نوعها ايه. جوجل يقدر يقول لك. انا هحاول اقول لك بس الموضوع ده مختلف ما بيني وما بينك، انت عندك اهتمامات غير اهتماماتي غير اهتماماته، كل واحد دي حاله نسبيه. فعشان كده بقول لك اعمل ريسيرشز كويس جدا جدا جدا، ما تدفعش فلوس غير وانت واثق ان ده انا عايزه، ان المنتج اللي انا اشتريته ده هيقدمني خطوه لقدام. واعرف انت معاك كام وكام ده بيجيب ايه. بعد ما تعمل الريسيرشز بتاعتك هتحدد كام نوع كاميرا، مثلا نوعين، او هتحدد بقى انا خلاص هصور في كانون، او انا خلاص هصور في نيكون، او انا هحدد السعر بتاعي فين. فانا مثلا او على طول بتحصل لكل الناس اللي هو احنا بيبقى عندنا مقارنه ما بين كاميرتين، الكاميرا دي والكاميرا دي الاسعار قريبه والامكانيات قريبه، طب انا اجيب انهو، طب ليه عملوا دي ليه ما عملوش دي. واحد، هتدخل تشوف ريفيوهات على الكاميرا اللي انت قلت دي انا ممكن اجيبها او هي دي خلاص اختياري. اتنين، هتسال الناس اللي حواليك لو حد فيهم استخدمها. تلاتة، ممكن تسال مصور من المصورين اللي انت عارف اللي هو بيصور بيها. ممكن تتصل بكريم ستور مثلا تقول له الكاميرا دي ايه رايك فيها، والكاميرا دي بكام، والكاميرا دي عندك ولا لا، واختار ما بين الكاميرا دي ولا الكاميرا دي. وبجد هيقولوا لك معلومه قيمه ومش هيضحكوا عليك. اسال مجرب، اسال مجرب، اسال مجرب. دلوقتي انا عندي مقارنه ما بين كاميرتين في موقع اسمه سناب سورت، بتكتب عليه نوعين الكاميرتين بيطلع لك الكاميرتين، بيعمل لك مقارنه ما بينهم كده، وبيطلع لك اوجه الشبه ما بينهم واوجه الاختلاف، وبيطلع لك ريت عليها وبيعرفك كل حاجه. بعد كده انا اخترت الكاميرا مثلا، عايز
اشوف بقى الكاميرا دي بتصور ايه واحط عليها عدسه نوعها ايه، في سايت تاني اسمه بيكسل بيبر، والسايتين هتلاقيهم تحت في الديسكربشن. هتخش على بيكسل بيبر ده، هتكتب نوع الكاميرا وهتكتب العدسه اللي انت عايزها وتكتب الاعدادات اللي انت عايزها، هتلاقي احلى صور او هتلاقي صور مرفوعه على السايت بالكاميرا اللي اتصورت. وممكن تخش على الانستجرام تكتب هاشتاج وتكتب نوع الكاميرا، تلاقي برضو صور للكاميرا بتاعتك. فانت قبل ما تدفع فلوس ارجوك حدد واعرف مليون المية وتأكد انك بتدفع في المكان الصح. يعني ايه المكان الصح؟ ان الكاميرا دي فعلا اللي انت محتاجها. اسأل كتير، اسأل كل الناس قبل ما تدفع فلوس، عشان انت بجد هتدفع فلوس كتير وهيفرق جدا الحوار. لو انت اخترت كاميرا غلط هتفضل متندم بقية عمرك. عادة احنا بنشتري كاميرا لما يكون لينا مصور صاحبنا بيصور. حاول يبقى المصور صاحبك ده معاه نفس نوع كاميرتك، او يعني لو هو كانون تبقى انت كانون، عشان تبقى العدسات انت وهو مش شبه بعض، مختلفين وبتكملوا بعض. لو هو صاحبك قوي ينفع تاخد منه العدسات والموضوع ده، يبقى الموضوع ده جميل جدا جدا جدا. انت تشتري عدسه نوع وهو يشتري عدسه نوع، انتوا تكملوا بعض. مش طبيعي تشتروا انتوا الاثنين نفس العدسه ودفعتوا الفلوس في نفس الحاجه. انتوا لو بتصوروا سوا، وفي حاجه حلوه قوي في التصوير انك مش بتصور لوحدك، على طول بتبقى محتاج حد معاك، على طول بتبقى محتاج معاك واحد صاحبك يساعدك. مثلا انا لو بصور من ورا هو يصور من قدام، انا لو بصور واسع هو يصور ضيق، فانت على طول بنكمل بعض. وحاول في الاول تستثمر معظم فلوسك في عدسه كويسه قوي، عدسه تكفيك عن باقي العدسات. ما تجيبش عدسات كتير ما تجيبش عدسات كتير بعد فتره تعملها طفايات سجاير. اشتري عدسه واحده او عدستين بس فعلا انت محتاجهم وهيفرقوك. خد حد وانت بتشتري بيفهم في حاجات هتعرفها في المحل وانت بتشتري، في رفايع هتفتكر تشتريها زي مثلا كارت الميموري والشنطه والترايبود. واحد لو بيصور قديم هيساعدك فيها. انا نفسي لما رحت اشتري الكاميرا اخدت معايا واحد صاحبي، وانا لما رحت اشتري كاميرا اشتريتها من كريم ستور الله يكون في عونهم بجد. انا لما بروح بعمل لهم ازعاج، بفضل اسالهم مليون الف سؤال حتى لو انا عارف الاجابات، بسالهم عشان اتاكد. اندستري وفي المجال بيدوا لك معلومه فعلا صح، عشان بيبقى في ما بيننا وما بينهم زي تواصل كده. انا على طول بشتري منك، فانت على طول بتبقى عارف معداتي ايه وانت عارف انا جاي لي ايه، وايه العدسه مثلا اللي انت لو جبتها فانا عايزها. فكريم ستور يا جماعه بجد واحد من افضل او ما كانش الافضل ما بين كل المحلات. دلوقتي لو انت بتجيب كاميرا من الانتري ليفل مثلا بيبقى معاها كيت لينس. الكيت لينس دي اللي هي 18 55 ما تبيعهاش. انا اول ما اشتريت كاميرا في حياتي كانت 300 نيكون وبعت الكيت لينس، وبعد فتره احتجت التاني الكيت لينس واشتريتها بثلاث اضعاف ما انا بعتها. حاول تشتري عدسه 50 1.8 هتفرق معاك جدا. فانت لو معاك ال 18 55 وال 50 في الاول هيبقى في عندك انواع كتير من التصوير بينفع تصورها بسهوله. بس بجد اتعب وذاكر ودور على النت وسيرش وجوجل ويوتيوب اسالني في الكومنتات وانا هرد عليك. والله اسالني، احنا صحيح اتفتح عندنا الكوميونتي، فاسالني في الكوميونتي وانا هرد عليك بجد، او اتكلمني على الانستجرام. اعمل اي حاجه قبل ما تدفع فلوس، اعرف انك بتستثمر فلوسك في المكان الصح. هنبدا بقى انك دلوقتي جبت كاميرا، معاك كاميرا. انا بصور بكاميرا او بصور بموبايل او بصور باي حاجه، بس في حاجه شائعه جدا ما بين المصورين بتقول ان الكاميرات الصغيره او الكاميرات الرخيصه مش بتطلع صور حلوه. ازاي ما بتطلعش صور حلوه يا جدعان؟ اول حاجه دي كاميرات دي اس ال ار بروفيشنال، دي كاميرا بروفيشنال، دي كاميرا بجد، دي كاميرا قبل كل المصورين الجامدين اللي بتشوفهم على النت لما كانوا ماسكين الكاميرات دي طلعوا منها صور خلتهم جامدين، خلتهم من اللي هو هاوي في التصوير اول مره امسك كاميرا بروفيشنال بقيت جامد جدا وبعرف استخدمها وبعرف اعمل فيها كل حاجه. فالكاميرات الصغيره دي بتطلع صور عظيمه 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 عظيمه. فانت لو معاك كاميرا صغيره او معاك موبايل فانت تقارن بمصور معاه كاميرا مثلا ب 100,000 جنيه. الفكره في التصوير انك تكون عينيك حلوه وعندك كرييتيف اي هي اللي هتفرق صورتك عن اي صوره. انت لو صورت صورتك بموبايل 6600 والصوره حلوه هتطلع جامده. تخيل بقى انت معاك اكس برو مثلا، انت معاك كاميرا بروفيشنال بتطلع فايل رو 10 ميجا بكسل يا عم، وانا بعمل ايديت على الصوره بخليها صوره سكسي جدا، بعمل ايديت على الموبايل بودي الصوره في حته تانية خالص. فكري وازاي الناتج النهائي بتاعي في الصوره هو ده اللي هيحددك انك مصور شاطر وانك مصور هتبقى بروفيشنال قريب ولا مصور هتاخد فتره طويله عشان تتعلم. الدافع من اهم الحاجات اللي هتخليك تكمل في التصوير وما تستسلمش. انت هتسال نفسك كل فتره ايه الدافع بتاعي للتصوير، والدافع ده هيتغير كل فتره، والاسباب بتاعتك والاهداف هتتغير كل فتره، والاسباب بتاعتك هتتغير كل فتره. ما تزليش دماغك وتعمل لي كده، بس انا بكلمك بجد. لازم يبقى عندك دافع اللي بادئ ليه التصوير. عايز تجيب فلوس، عايز تبين للناس فنك، عايز تبين للناس انك بتطبخ حلو، عايز تصور لهم الطبخ. انا ممكن اكون بحب التصوير بس وليا مورد رزق غيره وبصور، عايز اخلي الناس تشوف صور حلوه. وفي ناس كتير جدا على اليوتيوب بتقول لك لو انت الدافع بتاعك انك عايز تتشهر ويجي لك ريتويتس ولايكس
لايكس وشيرز وابقى مشهور والحاجات دي، لا ما تصورش. لا يا معلم صور، ده دافع قوي ودافع قوي جدا. التصوير اللي انا لما انزل صوره، الصوره دي هتبقى ترند. فاشتغل على نفسك واشتغل على الدافع بتاعك، وخلي هدفك في عينك كده وامشي عليه، وخلي خطواتك ثابته، وما تسمعش كلام اي حد بيحاول يحطمك. اسمع كلام اللي بيدي لك نقد بناء، ما تسمعش كلام اللي بيدي لك كلام يكسرك ويقول لك الصوره دي وحشه. في كتير فشخ من المصورين بيتكلموا وحش، في كتير جدا هيعاملوك وحش وانت بتصور، ومالكش دعوه باي حد. انت فنان وجواك مصور وعايز يبقى ده كاريرك ويبقى ده الفول تايم جوب بتاعك وده البروفيشنال كارير بتاعك وده اللي هيجيب لك فلوس وده اللي هتكمل فيه حياتك. واصعب حاجه انك تشتغل حاجه بتحبها، والتصوير بجد حاجه لو حبيتها هتديله، وهيبقى حاجه جميله جدا لما بتطلع صوره حلوه وبتتبسط من رد الفعل الناس ليها. فالتصوير بجد حاجه حلوه جدا يا جماعه. معلش يا جماعه زي ما انتم عارفين يعني انا كتبت على الانستجرام اللي انا ضيعت السكريبت بتاعي، فالحلقه دي مش سكريبتد، فهتلاقيني شويه بقى ايموشن وبروح معاك وباجي معاك والحلقه هتطول. وعامه لو انت طالب علم اتفرج على حاجات طويله. اي حد بيقول لك معلومه في السريع مش هيفيدك. في التصوير بالذات انت بتبني زي عماره كده، كل جزء منها محدش هيديهولك. يعني مفيش كي جي 1 تصوير، كي جي 2 تصوير، ابتدائي اعدادي، مفيش كده. انت ممكن تتعلم الاعدادي في كي جي، في ثانوي، في جامعه، وترجع تاني اولى ابتدائي. وكل معلومه اتفرج على كل واحد، ممكن تلاقي في نص الكلام المعلومه دي اللي هتفيدك. فانا اسف لو بطول عليكم، هنرجع تاني الكلام منسق. دلوقتي انا رحت كريم ستور، اشتريت الكاميرا ومروح البيت عندي مبسوط، وهستثمر فلوسي في مشروع مصور. في ناس كتير بتقول لك لما تروح ما تعملش فان بيج وتقول اكس فوتوغراف. لا انا بقول لك اتبسط وافرح وانت مصور، دفعت فلوس، وقول للناس انا بدات مشروعي وانا اسمي كذا فوتوغرافر، واعمل فان بيج وخش لاصحابك كلهم يعملوا لك لايك. خش لاصحابك خليهم يشوفوا صورك، وكل ما تصور صوره وريها لاصحابك وشوف اصحابك القريبين رايهم ايه في صورك. وحاول تسال ناس بقى بتفهم في التصوير، يعني اصحابك اي صوره هتوريها لهم هيقولوا لك صورك حلوه، صورك جميله، مفيش صور زيها عشان انت معاك كاميرا حلوه جميله وانت فيك شويه بذره، فالموضوع جامد. اسال شويه مصورين فاهمين يدولك نقد، واسال صحابك خليهم يدولك تشجيع، واملى الدنيا حواليك وخلي الناس تعرف اني انا ابتديت اصور. دلوقتي انا هصور ايه؟ اول حاجه انا بجرب التصوير. هجرب التصوير على مين؟ هجرب التصوير اكيد على اصحابي، على اهلي، على الناس اللي انا شغال معاهم. فانا هخلي اول هدف ليا في التصوير ان كل اصحابي وكل اهلي وكل الناس اللي انا شغالين معاهم البروفايل بيكتشر بتاعتهم والانستجرام بتاعهم فيه صور بتاعتي انا اللي مصورها لهم، صور بجد حلوه، صور انا بجد تعبت فيها، صور استحق اللي هم ينزلوها وتبقى البروفايل بتاعهم، يعملوا لي تاج، وهتبتدي الناس تعرف ان انا ابتديت اصور. صورت اصحابي، دلوقتي هعمل ايه؟ انا مش عايز اصور اصحابي، مش عايز ابقى راجل بصور بني ادمين، عايز اصور برودكت. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اصور مشابه، ممكن اصور كوبايه قهوه. والله العظيم مفيش مصور ما صورش كوبايه قهوه وما شربش كوبايه قهوه بارده علشان كان بيتعلم فيها التصوير. صور اي حاجه، صور لمبه اسانسير، صور طيار، صور عماره، صور مدخل، صور اي حاجه. معلم اتعلم التصوير في اي حاجه، اتعلم ان ايدك دي تمشي على الكاميرا على اي حاجه. دوس على الزرار كتير، زرار كتير 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 كده، افضل دوس على الزرار. زمان كانوا بيقولوا لك ايه؟ بتبدا اول صوره حلوه ليك بعد 1000 صوره. زمان لما كان في 36 صوره في الفيلم، تخيل انت دلوقتي بقى عادي بقى تدوس 1000 صوره وبمسح وبتفرج وبعمل اللي انا عايزه. الرقم ممكن يتضاعف ل 100000 صوره. فانت ممكن تجيب كاميرا من اولها لاخر الشطر بتاعها، بتتعلم. بس مفيش مانع تتعلم لو انت راجل كبير جدا بتتعلم، لو انت لسه بادئ مشوارك في التصوير بتتعلم. كلنا بنتعلم، كلنا بنجرب، كلنا بنحاول، كلنا بنغلط. الاستمراريه والمصابره على الموضوع، وان انا لما اغلط احاول اطلع الصوره احسن، ولما اغلط اتعلم من صورتي اللي انا غلطت فيها، دي الحاجات اللي هتفرقك، دي الحاجات اللي هتبدا بيها صح. انا مش عارف الحلقه دي يا جماعه انا حاسس ان انا ليه بدي موتيفيشن للناس. الكلام ده بجد والله. دلوقتي انت اي صوره طالعه منك من كاميرتك حلوه، انت معاك كاميرا دي اس ال ار حلوه، فيها عزل، فيها اضاءه، بحاول اعمل فيها ايديت، اي صوره طالعه منك حلوه، مش الواو، مش الليفل اللي انا ابتدي اخد فيه فلوس، بس انا ابتديت اصور صور حلوه، انا ابتديت اقارن بالناس اللي بتصور. ممكن تبقى انت لسه بتصور الصوره اللي انت شايفها عاديه دي، ممكن يكون واحد تاني طلعها في الصوره 3000. انت مش عارف موهبتك فين بالظبط. اوعى تخاف من موهبتك، صور وما تتكسفش. ولو شفت فنان في الشارع قول له انا ممكن اصورك، ايه ده انا مش مصدق نفسي، انا ممكن تبقى اول صوره ليا بجد ليك. بسط، ما تخافش، عادي لو الصوره نص نص، انت الصوره الحلوه هتتاخد، ولو النص نص. وفي شويه ناس هتبدا شغلك يعجبها وتبدا تكون القاعده الجماهيريه بتاعتك. كل صوره حتى لو جابت 1 لايك، فالواحد ده عجبته صورتك. شخص 1 لايك بواحد شخص، 100 لايك ب100 شخص. مش لازم تجيب 100000 لايك. 100000 لايك ده رقم كبير جدا يا جماعه. فكر ان ال100 لايك اللي بتجيبهم دول 100
واحد 100 شخص فعلا بيتفرجوا عليك وبيحبوا شغلك. دلوقتي انت حددت هتصور ايه. انا مثلا عايز ابدا في الويدنج فوتوغرافي او هعمل سيشنز للناس، اي حاجه من انواع التصوير. الويدنج طبعا مش من الاول هتروح تاخد فرح وتاخد كلاينت تروح مبوظ له الفرح وخارب الدنيا، بس ممكن اول فرح لحد من قرايبك او اي حد قريب ليك قول له انا اصور لك الفرح بس جيب مصور تاني عشان ما بعرفش اصور، انا جاي اجرب فيك من الاخر. لو طلعت صوره حلوه هديها لك، لو طلعت صور وحشه فما خسرناش حاجه، وانت كده كده معاك المصور بتاعك. بس وانت بتحاول تبني كاريرك وبتصور، يعني انا مثلا لو بصور في الشارع موديل، شارع لقيت عربيه معديه ممكن اروح اعمل كاميرتي لونج اكسبوجر واجرب نوع تاني. انا خلاص عايز اجرب اصور في البورتريت بس، وانا طالب اكل حلو لقيت الاكل شكله حلو رحت مصوره، فانا بجرب. ليه بجرب؟ اول حاجه بتعلم، تاني حاجه ممكن النوع ده يعجبني، انا مش عارف، انا جاي من التصوير لسه دماغي مش عارفه غير الويدنج والحفلات ومش عارف ايه ده، انا مش عارف ان في فود، مش عارف ان في ناس بتصور اوتيلات، في افكار كتير وفي انواع تانية في التصوير ممكن لو جربتها تطلع بتحبها. ممكن وانت مسافر تصور لاندسكيب وتلاقي ايه ده انا بصور الجبال جامد جدا، حبيت وانا طالع الجبل والمغامره دي، طب انا ليه ما بصورش كده وبصور كده؟ فانت الاول بتجرب، وكويس انك في الاول فهتخبط براحتك محدش قافش عليك. جرب كذا نوع من انواع التصوير بتتعلم بجد، تتعلم انك تستخدم كاميرتك بسرعه. الكاميرا الجديده اللي في ايدك دي طلع منها صوره، الصوره دي مهزوزه، طب انا مره صورت الصبح، طب انا كاميرتي بتصور الصبح احلى من بالليل، طب انا كاميرتي مش عارف ايه. انت بتفضل تجرب، وبعد ما بتجرب بترجع البيت تشوف الصور. بس في برضه تيبس وتريكس دي ممكن اقولها لك، انك وانت بتشوف الصوره اعمل زوم، عشان ساعات الكاميرا بتبقى خداعه كده، الصوره بتبقى مهزوزه وانت مش شايف، عيد الصوره تاني وافضل اعمل زوم. دور على الابداع. يعني ايه دور على الابداع؟ في حاجه احنا كمصورين بنعملها اسمها تغذيه بصريه، يعني باكل عينيا صور، بتفرج على صور كتير، بشوف كل المصورين بيصوروا ازاي، او بشوف المصورين اللي عاجبني بيصوروا ازاي، بتفرج على 1000 2000 صوره جري كده في اليوم، بتعلم منهم وبتفتح عينيك بالصور دي. والصور دي لما بتتفرج عليها بتعمل ايه؟ بتخليك زي تنحت المصورين التانيين، بس مش بتنحتهم 100% او مش بتنحتهم كربون كده، انت لسه بادئ، فتفكيرك مش هيعمل بروجكت او مش هيعمل مود بورد قمر، انت بتعمل حاجه اسمها مود بورد كده في دماغك. انا مثلا عندي فكره، فمثلا اجيب من هنا وبتفرج، دي الستاره دي حلوه، الكرسي ده حلو، دي الفكره دي هعملها. ولما تيجي بقى في الاخر بتطبق الفكره دي هنا في مصر او بتطبق الفكره دي عمليا، ما بتعملهاش زي ما اتعملت قوي عشان الموارد بتبقى مختلفه، فالشكل مثلا الى حد ما او الى حد كبير جدا بيبقى مختلف. بس ما تنحتش بقى ايه من الناس المشهوره قوي، عشان مش انت لوحدك تتفرج عليهم، دور على ناس كرييتيف، دور على افكار كده في النص. فاهم حاجه؟ لو فاهم حاجه قول لي، عشان انا عمال ارغي جامد النهارده. وكمان حاجه مهمه جدا ان يبقى عندك فيجن، يبقى عندك رؤيه لمستقبلك، رؤيه لانك هتروح فين. انا بصور ده علشان يوصلني لده، انا باخد الخطوه دي علشان اوصل هنا، انا بعمل الايديت ده او انا بتعلم الايديت ده علشان اوصل هنا. وبمناسبه الايديت، مفيش حاجه اسمها مصور ما بيعملش ايديت. انا كنت بقول ايه؟ كات الايديت اهم حاجه في التصوير يا جماعه بجد. المصورين اللي ما بتعملش ايديت دول فككوا. الايديت ليه عامل مؤثر اكتر من 50% من الصوره. لو الصوره حلوه هتبقى حلوه جدا، لو الصوره حلوه هتبقى حلوه جدا، لو الصوره وحشه ممكن تبقى حلوه. هيعلمك ازاي تصور، ان مثلا لو الصوره ملسوعه في الايديت هتتعلم ان المره الجايه ما اعملش كده، هشوف في الايديت ان الصوره كانت مهزوزه فهتعلم ان المره الجايه ما اعملش كده. واهم البرامج الايديت اللي هتشتغل عليها في حياتك اللايت روم والفوتوشوب، لازم تتعلم اللايت روم والفوتوشوب وتضيع وقت كتير جدا من حياتك انك بتتعلمهم، ويبقى الايديت بتاعك ثابت وبتعرف توصل للنتيجه دي كل مره. الايديت هيعلمك التصوير بجد، الايديت هيفرق معاك في مستقبلك، الايديت هيحطك في مكان في ناس ما بتعملش ايديت، فانت لو عملت ايديت هتعليك دايركت خطوه بتعلى في صورتك. وفي برامج بتعمل ايديت على الموبايل، فانت هتعمل ايديت في كل حته، انت بتاخد الصوره دايركت بنعمل لها ايديت. وانت في الاول تركز في الكومبوزيشن هيسهل لك جدا طريقك وهيقدمك بسرعه، عشان بعدين لما تعوز تكسر الكومبوزيشن تبقى ركز قوي في الكومبوزيشن عشان لما تكسره بعدين تكون مرتاح مع القواعد وقادر تلعب بيها، وهتخليك تجري في مشوارك قوي قوي قوي. ما تصعبش الحوار على نفسك، واعرف امكانيات كاميرتك وحاول توصل لاخر امكانيات كاميرتك. لو كاميرتك بتصور الصبح حلو فامسك الحته دي، لو كاميرتك بتعمل لونج اكسبوجر حلو فامسك الحته دي، لو كاميرتك بتعمل فيديو جامد فامسك الحته دي. ما تصعبش الحوار على نفسك، احتفظ بكل صوره تصورها، صور رو جيبج، احتفظ بكل صوره تصورها، ما خسرتش حاجه، دوست على الزرار مره احتفظ بالصوره. دلوقتي انا لسه بادئ في التصوير عملت حاجه حلوه، ابتديت اصور كل يوم وعملت تحدي مع نفسي اللي انا كل يوم هطلع صوره حلوه واطلع صوره بفكره جديده. مش لازم تبقى فكره واو وموديل ومش عارف ايه، انا ممكن اجيب بيتزا بالكاتشب واعمل كده الموتزاريلا شكلها حلو، ممكن اجيب مش عارف ميه بتعمل كده صوره شكلها حلو. كنت بجرب كل يوم صوره، كنت بجرب كل يوم اتعلم حاجه جديده. اقول لك على اهم حاجه في التصوير، الفرق ما بين مصور ومصور، انك لو انت عارف ان الصوره محتاجه ايه بالظبط، ريكوايرد اللي الصوره محتاجاها، ان لو العناصر دي كلها اكتملت في الصوره محدش هيعترض عليها، هتبقى صوره حلوه، مش هتبقى صوره واو، مش هتبقى صوره وحشه، في حته سويت سبوت كده لو عرفت توصل لها
انت بجد هتبقى مصور صايع جدا جدا جدا. انك لو خليت الناس تبقى كلها متفقه ان صورك تمام، ان هو لما انا هجيب الشخص ده هيطلع لي الصوره اللي انا عايزها بالظبط، هو دي حاجه هتفرقك جدا في التصوير، هتجري وقتك في التصوير. ان كل ما اجيب الشخص ده بيطلع لي صور حلوه، كل ما اجيب الشخص ده بيديني مجهود في الشغل احسن من الشخص الثاني اللي انا جبته. في كلمه بتقول ورك هارد ذان ذا نيكست جاي. يعني ايه؟ يعني لو انت الكلاينت جاب حد تاني غيرك في مره، بعد ما الحد التاني غيرك ده هيمشي، لا الكلاينت هيقول ده انا مهاب لما جبته كان بيشتغل حلو جدا واداني مجهود اكتر واداني صور احلى واداني. لازم تبقى انت هذا الشخص، لازم يبقى الشخص ان لما الكلاينت يعوز حاجه يكلمك هو انت. افضل نزل في صورك الحلوه وافضل نزل في صورك النص نص، وشوف الناس بتعلق على صورك بايه، وشوف الناس بتقول لك طور في شغلك في ايه. ما تتكسفش، وكل فتره لو عايز تمسح الصور براحتك امسحها، كل فتره انت طور، وكل فتره انت بتشوف صورك القديمه، ايه ده انا ازاي صورت الصوره دي، ده انا بقيت اصورها دلوقتي احسن 1000 مره. هيبتدي الكوميونتي بتاعتك تكبر، وهتبتدي في ناس تانية تلاحظك، وفي ناس ما تعرفهاش بتشوف صورك وبيقولوا ان صورك حلوه ويبتدوا يؤمنوا بيك. صدقني الطريق مش سهل خالص، الطريق صعب جدا لو انت مش عندك الدافع وما عندكش الاستمراريه وعايز تحط مجهود فلوس وقت عرق كل حاجه هتبقى عندك في التصوير. ما تعملش كده، ما تشتريش الكاميرا. الموضوع بجد صعب جدا، في نفسيات وحشه جدا هتقابلها، في ناس هتكسرك، في ناس هتفضل تقول لك صورك وحشه، بس في ناس ما بتفهمش حاجه وفي ناس بتفهم، في ناس هتقول لك صورك حلوه على الفاضي وفي ناس هتخليك مغرور. بي كونسيستنت، يعني دايما على نفس الخط، خلي مستواك ماشي كده يا اما بيطلع، ما تخليش مستواك ابدا ينزل. عشان الكلاينت لما بيكلمك او حد بيكلمك فهو بيكلمك علشان في صور انت نزلتها عجبته. ما ينفعش لما يجيبك في الشغل بتاعه يبقى مستواك ينزل عن كده. مثال مثلا انت لو رحت محل اكل اكلت فيه، محل اول مره تاكل فيه جامد جدا، رحت تاني مره لقيته تعبان، اكيد مش هتيجي التالتة. انما لو رحت اول مره لقيته جامد، تاني مره لقيته جامد جدا عشان هو حط سيرفيس زياده، مثلا ادالك بيبسي مع الاوردر، فدي حاجه حلوه جدا هيحببك فيه اكتر. فانت تطور من نفسك وخلي مستواك ثابت، ما تخيبش ظن الكلاينت فيك ابدا عشان هو جابك تصور له حاجه مهمه في حياته. ما ينفعش تاخد من حد فلوس، او ما ينفعش تاخد من كلاينت فلوس، او ما ينفعش تاخد شغلانه وانت مش قدها. التصوير لازم تبقى فيه قد المسؤوليه. تخيل لو انت رحت لكلاينت فرح مثلا وبوظت له الفرح، تخيل ضيعت له يوم فرح، تخيل رحت مثلا حفله وضيعت الصور او الصور طلعت وحشه. فانت ما تبداش تاخد فلوس او ما تبداش تطلب فلوس غير لما تكون في ليفل حلو. ما تبداش تاخد فلوس قليله، ممكن تستنى شويه تتعلم اكتر وتبدا تاخد فلوس اكتر، علشان لما تعوز تعلي ليفل الفلوس بتاعتك من اكس لهنا هيبقى الموضوع ده صعب جدا. الناس عودت عليك بالفلوس دي، هتقول لك ليه انت بتغلي مش عارف ايه. فانت حاول تبدا في الفلوس كويسه، ارسى كده وتعلم سنه جرب فعلا، سنه اتفرج على فيديوهات زي دي، سنه اتعلم وجرب وحاول سنه. ده ازاي تبدا التصوير، هو ده الصح يا جماعه. انما انا ما دقيقتين بقيت اعرف اصور، ده مش كلام. ولما تجيلك فكره حاول تصورها بالامكانيات اللي معاك، ما تقولش انا بقى معيش اللايت ده معيش الفلاش ده. حاول على قد ما تقدر. انا لما كان معايا الامكانيات دي صورت الفكره دي كذا، لما جبت الفلاش صورتها كذا، فده كان الفرق. لما عملت مش عارف ايه، ده الفرق. كل مره انت بتشوف التطور، كل عناصر التصوير حطها مع بعض. انا مش عارف، انا تقريبا قلت كلام كتير قوي النهارده، بس رمضان كريم عليكم. لو استفدت اي حاجه اعمل سبسكرايب واعمل لي لايك، واكتب في الكومنتات استفدت ايه. اكتب في الكومنتات ايه الاسئله اللي انت عايزني فعلا اجاوبك عليها. وبقى عندنا كوميونتي يا جماعه ممكن نقول عليه اي حاجه. شكرا ليكم، انا مهاب محمد وهنا موجل.